القاتل الصامت في لغة السيارات. قطعة اوعى تكون بتستخدمها في عربيتك نهائي. يلا بينا نعرف ايه هي. السكاتة بتاعت حزام الأمان عبارة عن قطعة لعينة معظم الناس بتستخدمها للأسف عشان يرحم نفسه من تن بتاعت حزام الأمان. هو ما يعرفش ان هو بكده بيأذي نفسه جدا. القطعة دي في منتهى البساطة بتوهم كنترول العربية ان انت لابس الحزام، بحيث لا قدر الله لو حصل اصطدام او ارتطام العربية ده بيدي اشارة للكنترول العربية ان انت لابس حزام الامان، ويقدر الكنترول ان هو يدي اشارة للايرباج يفتح في جزء من الثانية. حدوث فتح لايرباج العربية وانت مش لابس حزام الامان بيشكل خطر كبير جدا عليك اكتر من خطر الحادث، لان ببساطة حزام الامان لازمته ان هو يحميك لغاية قدر او حد امن يقدر تحميك من الحادثة، ان الايرباج حرفيا بينفجر او بيتفتح في جزء من الثانية وبيكون سخن، لانه في مادة زي الزيت عشان تسهل في فتحه او تعمل ليونة في فتح الوسادة الهوائية بسرعة جدا، وبيكون سخن وممكن يسبب لحروق او يسبب الوفاة لا قدر الله. في النهاية ارجوك تخلص من القطعة اللعينة دي والبس حزام الامان. حياتك مش لعبة، حافظ على حياتك والبس حزام الامان. حتى لو رايح مشوار قريب جدا ما تستهونش والبس حزام الامان، حياتك مهمة جدا. وانا كريم من قناه كيمو كارز وبقدم محتوى عن السيارات. ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد مفيد. سلام.